بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم الحلويات القمر دي. اول حاجه هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وهنبدا باول حاجه، هنجيب معانا صينيه كبيره زي ما انتم شايفين كده، وعليها كيس. هبدا ان انا هدهن الكيس ده بمادة اللي هي الزيت. وبعد كده عندي فروطة مسكرة بوزعها على الصينية كلها، وعندي معلقتين جوز هند برضو هوزعها زي ما انتوا شايفين الفروتة شكلها جميل وروعة ازاي. وعلى حلويات النهاردة بتبقى مبهجة وجميلة للأطفال. ودي رشة جوز الهند حوالي معلقتين. وبعد كده نبدأ بال ده جيلاتين، ده 4 معالق جيلاتين يا جماعة، بوريكم اللي هو 4 معالق، المعلقة زي الهرم، وعليها نص كوباية مية. هنقلبها ده ونسيبها على جنب كده لحد ما نبدأ نعمل المقادير كلها. اهو يا جماعة كده انا قلبت كلها لحد ما دابت خالص، وبعد كده بركنها على جنب. وده وزعته زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى على المقدار اللي هو السكر 440 جرام سكر. وده عسل كلوكوز كنت حطاه في الأول. عندنا عسل الكلوكوز 240 جرام عسل كلوكوز، وعليه 180 جرام مية، ورشة ملح ليمون علشان ما يسكرش معايا. والقشطة بتاع النهاردة يا جماعة هتطلع بإذن الله زي بتاع الشارع وأحسن. هنعملها على نار متوسطة لحد ما تغلي كده، وبعد كده هنختبرها. انا هنا عندي عايزة الكورة بتاعتها اللي هي الكورة اللينة، مش عايزة الكورة الناشفة. الناشفة اللي هي النواشف، اللي هي العلف يا جماعة، اللي هو الحمص والسمسم والفول. لكن انا النهاردة هعمل الحاجات اللي هي الطرية، فانا عايزاها كورة طرية. هنختبرها ازاي؟ هنجيب شوية مية ونحط نقطة من العسل ونجمعها كده على بعضيها ونشوفها. شايفين اتجمعت معايا كورة طرية؟ يبقى كده خلاص ونقفل النار عليها. كده ده الجيلاتين اللي انا عملته في الاول، حطيته في طبق كبير وعليه رشة فانيليا سائلة. وبعد كده بجيب العسل وهو سخن كده من على النار، وابدأ ان انا احطه، وببدأ ان انا اضرب بالمضرب. لازما وهو سخن يا جماعة، ما استناش لحد ما يبرد، علشان ممكن يمسك مني ويغلبني. فلازما وهو سخن كده ونحطه بالمضرب. نبدأ نضرب لحد درجة اللون بتاعته ما تفتح وتبقى لون أبيض وجميل زي الكريم شانتيه كده. اللي يشوفه يقول كريم شانتيه، يبقى كده هو ناجح وجميل معايا. وبعد كده هبدأ أقول لكم الخطوة اللي بعد كده ايه. القشطة بتاع النهاردة يا جماعة غير مكلفة خالص. ممكن على فكرة تقسموا نص المقدار ده. أنا عاملة هنا مقدارين، علشان أنا عايزة كمية كبيرة علشان ولادي بيحبوا القشطة. فأنا هنا زودت الكمية، لكن انتوا ممكن تجربوا في نص الكمية بس. طبعا هتعملوا النص في كل حاجة، يعني هتقسموا النص في جميع المقادير. هنا خلاص انا خدت هنا الدرجة اللي انا بقول لكم عليها كده. شايفين الخيوط بتاعتها دي تدل ان هي ناجحة 100% بإذن الله. هجيب الصينية بقى اللي انا رشيتها زي ما قلت لكم كده، وبعد كده هبدأ اصب عليها وافردها كلها، علشان وهي طريقة كده وبسرعة يا جماعة. لازما الخطوات دي كلها تبقى بسرعة بسرعة، علشان لو مسكت معاكي في الطبق هتغلبك ومش هترضى ان هي تعرف تتحكم ان انت تنزليها من الطبق. فهي عايزة سرعة، ان انت تبقي سريعة في الخطوات. هبدأ ان انا افردها كلها كده واخبطها خبطتين علشان اطلع منها فقاعات الهواء. وبعد كده هبدأ ان انا هرش على وشها برضو طبقة جوز الهند وطبقة فروتة مسكرة، علشان بعد كده لما اجي اقطعها ما تلزقش مني. ولازم تاخد الطبقة دي علشان بعد كده لما اجي اكلها تبقى حلوة زي بتاع الشارع. طبعا انتوا عارفين بتاع الشارع بتبقى مغلفة كلها بجوز الهند. اهو يا جماعة بثبت جوز الهند على الوش علشان يثبت معايا وما يلزقش بعد كده. وبعد كده بسيبها في اي مكان جيد التهوية. بس بلاش تحطوها في التلاجة، انا بحطها في اي مكان كده لحد ما تمسك خالص معايا لمدة تاني يوم. وبعد كده ببدأ ان انا اقطعها. ده بعد تاني يوم يا جماعة. شايفين التماسك بتاعها اتمسكت قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. والشكل ان شاء الله باذن الله هيعجبكم ويعجب اولادكم. والكيس هنا سهل عليا ان انا هبدا
اعينها من الصينية خالص على صينية كبيرة، ان انا علشان اقعد اتحكم في تقطيعها. والسمك هنا يا جماعة طبعا على حسب انت راحتك، لو عايزاه السمك عالي عن كده بجيب صينية اصغر، يعني كل ما تصغري في الصينية كل ما السمك يبقى اعلى من كده. وهبدأ ان انا علشان ما تلزقش مني كده ببدأ ان انا ادهن السكينة بالزيت يا اما بالنشا. يعني هنا انا هعملها بالنشا اهي علشان اسهل على نفسي. بدأت ان انا اقطعها بالطول زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هبدأ اقطعها اللي هي مربعات زي الشكل المحتاد اللي احنا بنجيبه في حلاوة مولد النبي. وكل سنة وانتوا طيبين. اهو يا جماعة شايفين بقى، بقول لكم هنا السمك اهو، شايفين المطة بتاعتها عاملة ايه؟ بسم الله ما شاء الله، احسن من بتاع الشارع. واعملوا يا جماعة ما تكسلوش، اعملوا حتى نص المقدار، علشان احنا ناويين نعمل كرتونة ان شاء الله عشان نملى علبة زي بتاع حلاوة مولد النبي. اعملوا مثلا من كل المقدار نص المقدار، هتبصوا تلاقي عندكم كمية بسم الله ما شاء الله، قطعت علبة كده كبيرة. شايفين المقدار هنا عمل لي قد ايه؟ طبقين بسم الله ما شاء الله. يستاهل بقكم. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.